ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أكثر أنواع الكلاب أو الكلاب اللي مش بتحب اللعب الكتير والمشي الكتير والفرهدة. بالرغم ده ممكن يكون ممل لبعض الناس، ولكنه ممكن يكون ميزة لناس تانية اللي بتدور على كلب مش بيتطلب حركة وتدريب كتير. قبل ما نبتدي لازم ننبه إن كل الكلاب بتحب تلعب ولازم تمشي وتتدرب، ولكن أنواع دي أقل من غيرها وطبعها بيكون هادي وطاقتها قليلة في العادة. يلا بينا نبتدي. رقم 10، النيو فاوندلاند. كلب أسرة كندي ضخم جدا ولكن طاقته قليلة، بيتميز بشعره الطويلة وطبعه الهادي وحبه للسباحة. بيتسمى الناني دوج أو كلب الدادة عشان بيحب الأطفال جدا وبيحميهم ويلعب معاهم. رقم 9، الإنجليش ماستيف. كلب حراسة إنجليزي وأضخم كلب في العالم، بيتميز بهدوء طبعه ولكنه حذر مع الغرباء. لازم تلعب معاه مرة أو مرتين في اليوم عشان يحافظ على وزنه، لأن وزنه بيزيد بسرعة وده بيأثر على عظمه. رقم 8، النيابولتان ماستيف. كلب حراسة إيطالي ويعتبر أقل كلاب الحراسة طاقة، مش بيتطلب جري كتير لأنه بيحب يقعد جنب صاحبه طول الوقت. طبعه هادي ولكنه حذر وشرس مع الغرباء والحيوانات التانية. رقم 7، الباج. كلب أسرة صيني، شخصيته ظريفة جدا ومحب للأسرة والأطفال. بيحب اللعب ولكن مش لفترة طويلة، وكل اللي عايزه إن يبقى معاك على طول. رقم 6، تشاو تشاو. كلب حراسة صيني، بيتميز بفروته الكثيفة وتعدد ألوانه ولسانه اللي لونه أزرق أو أسود. كلب عنيد وممكن يبقى شرس مع الحيوانات الغريبة بالنسبة له، ولكنه محب لصاحبه وطبعه قريب من القطط. رقم 5، البرنيس ماونتن دوج. كلب أسرة سويسري، بيتميز بطبعه المحب للناس والحيوانات التانية، وافي جدا لصاحبه وأسرته، وألوانه جميلة. بيحب اللعب ولكنه بيتفرد بسرعة. رقم 4، الباسيت هاوند. كلب صيد فرنساوي، بيتميز بشخصيته البهلوانية، صاحب أطول ودان في جميع أنواع الكلاب. بيحب كل الناس والحيوانات ولكن طبعه عنيد بعض الأحيان. رقم 3، الشيواوا. كلب أسرة مكسيكي وأصغر كلب في العالم، بيتميز بولائه لصاحبه ولكن طبعه عصبي مع باقي الناس والحيوانات التانية. بالرغم من حجمه الصغير إلا إنه عنيد وشخصيته مسيطرة، وغالبا بيكون وافي لشخص واحد فقط. رقم 2، البكنيز. كلب زينة صيني، بيتميز بشكله اللي بيشبه دباديب اللعب وطبعه الهادي ولونه الذهبي. كلب محب جدا لصاحبه ووفي، وهيفضل قاعد جنبك طول الوقت، بس لازم تاخد بالك من شعره الطويلة وتنضفه طول الوقت. رقم 1، الانجليش بولدوج. كلب أسرة إنجليزي، شكله مميز جدا عن باقي الكلاب. شخصيته محبة وبسيطة، بيعشق النوم ومبيعرفش يعوم نهائي. بيحب الأكل جدا وعشان كده لازم تاخد بالك من أكله كويس. شخصيته ظريفة وتصرفاته مضحكة طول الوقت. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على قناتي. سلام.